ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله كل الناس معظمها بتحبها، وان شاء الله الوصفه بتاعتي تحبوها. ولو عجبتكم الوصفه تنسوش تعملوا لي متابعه. ويلا نبدا. بصوا، هو النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالصدق. لو عندك حتى صدقتين تلاتة تمام طلعيهم وهتعملي احلى صينيه بطاطس ان شاء الله. بسم الله. بصوا، معانا ربع كيلو طماطم او اقل من ربع كمان، و3 فصوص توم، ومعانا طبعا البصل. تمام. وادي البطاطس، وادي بصي كميه الصدوق مش كتير خالص. تمام. بسم الله. واهم حاجه يا جماعه الثوم يبقى فريش. وادي ملح. طبعا الملح ده حسب ذوق كل واحد. انا بحب الحاجه بتبقى ايه، مالحه شويه مش كتير. تمام. ملح، فلفل. بسم الله. ودي اختياري طبعا، يعني معظم الناس بتقولك لا عشان مضره وكده، بس انا ما بقدرش استغنى عنها. بسم الله. انا ما بقدرش استغنى عنها، حلوه قوي، بتدي طعم حلو قوي 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 للاكل، حتى لو ما فيش لحمه او فراخ، بس دي بتغير الطعم تماما. حطينا كل التوابل، ندعكها بس كده. بسم الله. طبعا غاسلين ايدينا كويس طبعا، اكيد مش هناكل عيالنا وايدينا مش نظيفه. بسم الله. بصي ادعكيها كده بس. بسم الله. اهو دعكناها مع بعض. نحط بقى بسم الله شويه زيت، مش كتير يعني، ونحط بقى البطاطس. حطينا البطاطس، نحط الصدق اللي معانا. يا سلام بقى لو تشوحي شويه الصدق دول هيبقى خطيره، بس ايه كده تمام يعني شغاله برضو. نقلب كل ده في بعضه. اهو قلبنا كل حاجه مع بعض، وكلموني عن العظمه والجمال والحلاوه، والله طعمها بيبقى خطير. بصوا هنحط بقى اهو كده تمام. نحط بقى ايه المعيار بتاع الميه. يا سلام لو عندك شوربه في الفريزر هتبقى تمام قوي، بس انا ما عنديش فهنحط ميه اهو. طبعا الشوربه او الميه عشان خاطر البطاطس تستوي اهو كده تمام قوي. بصوا الميه لغايه فين، هي لسه طبعا لما يتقلب مع بعض الميه دي هتقل شويه. نحطوها بقى في فرن يكون عالي، درجه حراره عاليه، لغايه لما البطاطس تستوي وتحمر من فوق، وابقى اوريها لكم. والف هنا وشفا.